بونجور لي زامي، كومون طاليفو؟ صافا بيان؟ خليكم معنا في هاد الوصفة هادي واعرة بزاف. هنايا جبنا كيلو دبيان، ايوا نقيناه، قسمته الى 3 قسمات، نقيته مزيان بالتدقيق. هذه هي التنقية الاولى. ايوا خوتي كنقيوه مزيان، كنعملوه في المقلة باش كيتحمر، فهمتي؟ انا نقيته على 3 قسمات حيتاش كيلو ما يتنقاليش كامل، نقيته بشويه بشويه. هذه القسمه الاخرى ايوا انا عملته في المقله حتى تحمر مزيان. ساعه جبتو للهاشوار، ايوا انا عاونت بديك الماكينه صغيره شويه، ايوا وساعه كركبتو في الهاشوار. ايوا الصراحه ديك الماكينه طاحت لي وما خدمتش، عرفتي علاش؟ ايوا انا ندقدق حسو في الهاشوار مزيان. ايوا صافي ديك الساعه زيدتلو شويه زيت العود، ايوا بقى طحان 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 طحان، كيطلع واعر الصراحه. شكون تجربوه؟ كيطلع املو مضخم. بغيتي تعملو مسوس كتخليه داك الطبيعه ديالو، بغيتي ملي تزيدلو العود تزيدلو شي جوج مغرفات السكر تحليه. اللي كتعجبو الحلاوه ضروري يزيدو شويه السكر، اولا اللي ما عندوش اللي بغا يجيبو طبيعي 100% يعملو العسل. انا كما كتلاحظوا بدا كيتعسل شويه، زيدتو شويه زيت العود، طحنت مع شويه زيت العود باش كيخفف. ايوا ملي خفاف وراه بالراحه، والنتيجه شو كيفاش كيطلع غزال تبارك الله. والله عينو، والله بالله. وهنا جا بحال معجون. ساعه كتزيدو الزيت العود وتزيدو طحنوه مزيان، هذاك هو املو بصحه والراحه.